Hwanghae. كل سنة وانتم طيبين ورمضان مبارك عليكم وعلى كل حبايبكم يا رب. شكرا على دعمكم الكبير لينا وخاصة لبرنامج السبعوية، وان شاء الله تعجبكم فقرات البرنامج، ومستني رأيكم على عرض اول حلقة قريب ان شاء الله. اول حاجة بس عشان ما تتوهوش مننا في القصة، عايزين نوضح لكم مستويات القوة في القصة. وده ليه؟ ظهرت حاجة كده اسمها الساعة الشمسية، ودي مكركبة الدنيا خالص، وبقى اي حد هلهولة كده يدخل يقعد يومين يطلع بقى يصدعنا المستوى الصقل اللي وصل له. فعشان ما تتوهوش مننا وتفضلوا مركزين معانا، هنوضح لكم مستويات القوه. معلش انا بقى بسجل بعد الفطار، فلو سمعتوا بومب وصواريخ وكده او الصوت كان فيه مشكله فيعني حقكم عليا، عدوها لي يعني. بصوا يا شباب، عشان بس ايه ما تتوهوش مني يعني، انا بصوا اخترت لكم اسهل طريقه اشرح لكم بيها مراحل القوه، فركزوا معايا. المرحله الاولى مرحله اسمها تقنيه التشي، المرحله الثانيه هي مرحله اسمها تاسيس الاساس، المرحله الثالثه هي مرحله اسمها تشكيل النواه الذهبيه. تمام كده؟ المرحله الرابعه بقى ركز معايا فيها، وهي الروح الناشئه. والروح الناشئه دي بتنقسم 4 مستويات، وهو المستوى المبكر من الروح الناشئه، المستوى المتوسط من الروح الناشئه، المستوى المتاخر من الروح الناشئه، وبعدين ذروه الروح الناشئه. شفتوا بقى ال4 مستويات اللي في الروح الناشئه دول؟ هنطبقهم على كل المستويات اللي جايه، قصدي هنطبقهم على كل القوى اللي جايه. يعني بعد الروح الناشئه هيبقى في الروح الوليده، برضو فيها ال4 مستويات: المرحله المبكره من الروح الوليده، المرحله المتوسطه من الروح الوليده، المرحله المتاخره من الروح الوليده، ذروه الروح الوليده. بعد الروح الوليده هي تحول الحاكم او التحول الالهي. احنا كنا بنقولها في الاول التحول الالهي، بس طبعا انتوا نبهتونا ان ده لفظ ما ينفعش وفيه شرك وكده، فغيرنا الترجمه بتاعتها وخليناها تحول الحاكم. ده بس عشان لو الناس شافت الحلقات في الاول هيلاقوا التحول الالهي، بس بعد كده احنا عديناه وبقت التحول الحاكم. وبرده التحول الحاكم دي فيها 4 مستويات: المرحله المبكره من التحول الحاكم، المرحله المتوسطه من التحول الحاكم، المرحله المتاخره من التحول الحاكم، وبعدين ذروه تحول الحاكم. بعد كده مرحله اندماج الجسد، برضه 4 مستويات: المرحله المبكره، المرحله المتوسطه، المرحله المتاخره، وبعدين الذروه. بعد كده نصف خطوه خلود، برضو 4 مستويات، وبعد نصف خطوه خلود برضو الخلود الحقيقي. ده اخر حاجه ظهرت معانا في القصه لحد دلوقتي، وبرضو فيه 4 مستويات. طيب علشان ما تتوهوش بقى نديكم امثله للشخصيات. يعني مثلا تشكيل النواه الذهبيه اللي هو رقم 3 دوت، ده هتلاقوا القوه ديت اللي هي كانت عند الوحوش بتاع عالم اللوتيان السري. يا ابني بطل بومب بقى يا ابني يا ابني. مستويات القوه على الشخصيات بتاعه القصه: عندنا مثلا تشكيل النواه الذهبيه ده مستوى القوه اللي كان عند الوحوش بتاع عالم لوتيان السري. تمام؟ اول وحش قبله بطلنا كان في مرحله الروح الناشئه، المرحله المبكره من الروح الناشئه. مستوى الروح الناشئه المرحله المبكره من الروح الناشئه. وخدوا بالكم النظام اللي مع بطلنا بيديله تفوق مرحله واحده بس، يعني هو بعد المعركه ديت مع الوحش ده بقى بطلنا في القوه الروح الناشئه بس في المرحله المتوسطه. بعد كده قابل في مملكه وي شيطان الدم، وشيطان الدم دوت كان في ذروه الروح الوليده. لا، شيطان الدم دوت كان في ذروه تحول الحاكم. فلما بطلنا قبله بعد المعركه دي بقى هو في اندماج الجسد، في المرحله الاولى من اندماج الجسد. وبعدين راح قابل الشيخ بتاع طائفه الريشه الخالده، والشيخ بتاع طائفه الريشه الخالده دوت كان في مرحله اندماج الجسد، المرحله المتاخره من اندماج الجسد. علشان كده بطلنا بقى في ذروه اندماج الجسد، ودي القوه اللي وصل ليها بطلنا لحد دلوقتي. هقولها لكم تاني بسرعه: اول حاجه تقنيه التشي، تاني حاجه تاسيس الاساس، تالت حاجه النواه الذهبيه، رابع حاجه الروح الناشئه ودي 4 مستويات، خامس حاجه الروح الوليده 4 مستويات، سادس حاجه تحول الحاكم اللي هي كانت الالهي 4 مستويات، رابع حاجه اندماج الجسد 4 مستويات، خامس حاجه نصف خطوه خلود دي اللي هتظهر معانا في الحلقات الجايه، سادس حاجه الخلود الحقيقي ودي برضه هتظهر معانا في الحلقات الجايه. هل في مستويات قوه تانية هتظهر في القصه؟ احنا لسه ما نعرفش، بس دول اللي ظهروا معانا لحد دلوقتي. وبمناسبه الحاجات اللي هتظهر معانا، احنا كنا عاملين مسابقه كده قبل ما نكمل ال10000 على شخصيه من الشخصيات اللي هتكمل معانا القصه وهيبقى لها دور كبير قوي في القصه بتاعتنا، وده اسم الشخص اللي كسب معانا، فيا ريت يتواصل معانا. طبعا هم قالوا لي ما اقولش مين الشخصيه دي علشان ما احرقش الاحداث، بس انا طبعا عارفكم هتسيبوني وهتروحوا تنخروا على الاسم وتشوفوه هو كان كاتب ايه وما اعرفش. عارف انا هتقولي عرفت منين يا سبعه، وهقول لك عشان انا لو مكانك هعمل كده. ما هي نفس الدماغ، هنروح فين من بعض يعني. بس بدل ما تحرق بنزين على المسابقه القديمه، عايزك تفكر في المسابقه الجديده. والمسابقه الجديده بتقول احنا عرضنا لحد دلوقتي 11 حلقه، والحلقه دي تبقى الحلقه ال 12. سيبك من اخر حلقتين، من الحلقه الاولى للحلقه ال10، دي اسامي الحلقات، عناوين الحلقات. عايزينكم ترتبوها لنا من الحلقه الاولى للحلقه ال10 طبقا للاحداث. هستنى منكم تكتبوا اجابه السؤال دوت تحت الفيديو ده بالترتيب كده: الحلقه الاولى كذا، الحلقه الثانيه كذا، الحلقه الثانيه كذا، الى الاخر. بس طبعا معلش حقكم علينا، المسابقه دي هتبقى من غير هدايا،
دي هنعملها بس كده عشان نتسلى مع بعض. سامعك يا لمد اللي بتقول يعني بعد ما افكر وادقق واحقق واحرق كرات دم بيضاء وكرات دم حمراء في الاخر ما اكسبش حاجه. اقول لك لا هتكسب. تقول لي هتكسب ايه يا سبعاوي يا اخويا؟ اقول لك هتكسب دعوه من قلب مؤمن. والله هدعي لك بالستر والصحه وراحه البال. انا كده قلت لكم على مستويات القوه، قلت لكم على المسابقه القديمه، قلت لكم على المسابقه الجديده. طولت عليكم في المقدمه معلش، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، ويلا بينا على الحلقه الجديده. وفي الأثناء دي بيكون في حالة من الهلع داخل طائفة السماء العميقة، ونرى تلاميذ الطائفة يقولون فيما بينهم وهم يستعدون لمواجهة جيش الريشة الخالدة، جيش طائفة الريشة الخالدة: لقد وصل العدو، القوات فلتستعد جميعا. ويقول آخر: العدو على الأبواب، أين قائد الطائفة والآخرون؟ وفي الوقت ده بيحصل انفجار طاقة شديد جدا خلف جبل طائفة السماء العميقة، ونرى أن شيوخ القمم الستة قد بدأوا في الخروج من عزلتهم. ويبدأ أحد الشيوخ في القول: يا للأسف لقد تدربت بمرارة لمدة 500 عام وكنت على وشك اختراق مرحلة اندماج الجسد، لكنني لم أتمكن من عبور مرحلة عنق الزجاجة. يبدو حتى أن التدريب في هذا العالم لا حدود. فتقاطع سيدة القمة التي بجانبه وتقول له: يجب أن تكون راضيا، لحسن الحظ لدينا أساليب الصقل وحبوب الدواء التي منحنا إياها الأخي، وإلا لم نكن لنستغرق 500 عام فقط. حتى إن استنفذنا عمرنا كله لن نصل إلى تلك المرحلة. جيد أننا اخترقنا مرحلة الروح الوليدة. وأثناء كلام قادة القمم بيحسوا بضغط هالة شديد جدا، فبيلتفتوا ليه وبنشوف ان الشخص ده زعيم الطائفة، ولقد نجح في الاختراق الى مرحلة الروح المبكرة من عالم اندماج الجسد. عالم اندماج الجسد ده اللي بطلنا في اخر مرحلة فيه، هو في الاول، وتحتيه الروح الوليدة اللي هم وصلوا ليه قادة القمم. وفي الوقت ده بنسمع زعيم طائفة السماء العميقة بيقول: المعركة الكبرى على وشك الحدوث، وليس امامنا سوى القتال حتى الموت، ولحسن الحظ تمكنت من اختراق مستوى الاندماج قبل المعركة. فبيتفاجئ هو ايضا من كم الطاقة الهائل المنبعث من جانبه، فيلتفت بسرعة وينظر ناحية تلك الطاقة ويقول: هل هناك شخص آخر؟ من يكون هذا؟ هذه الهالة التي يطلقها أنها مرعبة للغاية، يبدو أنه تجاوز حتى هالة الأخ وبيكون ده هونج اللي تقريبا نجح ان هو يخترق مرحله اندماج الجسد ويعدي للمرحله اللي بعدها. فبنشوف قائد قمه الضباب بينظر ويقول: ها انت حقا تستطيع ان تكون تلميذ الاخ الكبير حقا النمر لا يرافق الكلاب، فموهبتك انت ومعلمك غير طبيعيه، اخبرني بسرعه الى اي مستوى وصلت. فنرى هونج غاضب جدا منه ويقول له: وقاحه، ما هذا الهراء الذي تتفوه به؟ ويقوم بمهاجمه قائد القمه واصابته. وفي الوقت ده بنشوف ان قائد القمه اتصاب بشده، فبيجري عليه زعيم الطائفة وسيدة القمة الأخرى ويقومون بمساندته. فتقول سيدة القمة لهونج: هونج، لقد كان خطأ لفظيا من شيخ، ماذا تفعل كل هذا؟ إنه لم يخطئ في شيء، فنحن في النهاية من نفس الطائفة، فلماذا تؤذيه؟ فنرى هونج ينظر لهم بغضب شديد ويقول لهم: ها، من نفس الطائفة؟ أنتم مجرد حمقى، أنا أكون من طائفتكم، أنا زعيم طائفة النار الشيطانية. هل اعتقدتم حق أنني سأنضم لحشرات مثلكم؟ إنني كنت أتظاهر فقط حتى أحصل على ما أريد أيها الأوغاد. فتبدأ هذه السيدة في الصراخ على هونج وهي تقول له: لقد جننت بسبب صقلك، أليس كذلك؟ ما خط بهذا السلوك؟ احذر، سأخبر الأخ عما حدث الآن. فنرى هونج يضحك ويقوم بإخراج طاقته وهو يقول لها: ها، افعلي ما شئت، أنا لم أعتبره كتهديد في الأساس. على أي حال ذلك الرجل بالكاد يستطيع حماية نفسه الآن، إذا كنت تستطيعين إحضاره فلتحضريه الآن. فمع مستوى صقل الحالي، من سيسيطر على من سيخضع هذا أمر غير محسوم بعد. ثم نراه يضحك بغرور شديد وهو بيخرج الساعة الشمسية ويقول لهم: هذا الكنز عظيم جدا، بدل من أن يهدر من قبل أمثالكم فبالتأكيد من الأفضل أن أستولي عليه أنا وأستخدمه. فيبدأ قائد الطائفة وأساد القمم الآخرين بالصراخ عليه ويقول له قائد الطائفة: ماذا تفعل؟ ألا تخاف من عقاب الأخ لك؟ وفي الوقت ده لما هونج بيسمع الكلام ده بيواجه ناحيتهم هجوم طاقة قوي بيدفعهم للخلف. فبنشوف قائد الطائفة بيقول لأتباعه: فلترحلوا جميعا الآن، هذا الشخص لديه طبيعة شريرة وشيطانية كما أنه قوي جدا. ونشوفه بيقول في نفسه: لم أتوقع أنه حتى عند دخولي إلى مرحلة اندماج الجسد سيكون من الصعب حتى مقاومة هذه الهجمات، ما هي خلفيته القتالية بالتحديد. ونشوف في الوقت ده هونج بيحاول يسيطر على الساعة الشمسية بس ما بيقدرش وبيقول: ماذا يحدث هنا؟ لماذا لا تتفاعل قوة الساعة الشمسية معي؟ فيصرخ عليه قائد الطائفة ويقول له: هونج، أنت تلميذ الأخ
وأيضا أحد النخبة في طائفتنا بل الأفضل، وستقوم الطائفة بالتأكيد برعايتك بشكل كبير، فلماذا تفعل هذه الأمور؟ فيلتفت لي هونج ويقول له بغضب شديد: أنت تافه أنت وطائفتك، هل أنا أحتاج إلى تعليمكم أيها الحسالة؟ ويقوم هونج في الوقت ده موجه لقائد الطائفة ضربة شديدة بتدفعه للخلف، ونشوف إن قائد الطائفة مصاب بشدة ويقول في نفسه: ما هذه القوة؟ مجرد ضربة عشوائية لم يكن لدي حتى فرصة للرد عليها، مقارنة بما كنت عليه قبل دخولي للساعة الشمسية. أشعر حتى بقواتي الحالية أننا في مستوى مختلف. وفي الوقت ده بيكون قادة القمم خايفين على قائد الطائفة، وتبدأ سيدة القمة في الصراخ على قائد الطائفة وتقول له: سيدي هل أنت بخير؟ وبيكون هونج في الوقت ده على وشك القضاء عليه لكنه بيشعر بشيء، فبيبتدي هونج في الوقت ده يقول لهم: مجرد نمل تتجرؤون على مواجهتي، إن تركي لكم الآن على قيد الحياة هو أكبر رحمة. وبنشوفه فجأة غادر المكان بسرعة، فبيتجه بسرعة زعيم الطائفة هو وقادة القمم إلى تحذيره. وفي الوقت ده بيكون قاعد ولا على باله وبتناول شراب الشاي اللي حصل عليه من النظام، ويبدو عليه انه مستمتع جدا، وهو بيقول في نفسه: شرب هذا الشراب يريحني للغاية ويشعرني بالحرية. وفي الوقت ده بيسمع بطلنا صوت هونج وبيقول له انه عار على الصاقلين ان ينتهجوا هذا السلوك الفظيع. ما هو هدفك الذي تريد ان تصل اليه في الخلود؟ انت فقط محظوظ، ولقد حالفك الحظ بفرصة عظيمة لتحصل على تلك الاساليب الثمينة والموارد ذات القيمة العالية الكثيرة، لكن الان كل هذا سيعود لي. فنرى بطلنا يبتسم له: عزيزي التلميذ هونج، لقد عدت اخيرا، لقد كنت افتقدك بشده. فيرد عليه هونج بغضب ويقول له: الا تعلم ما الذي يحدث؟ ان طائفه الريشه الخالده والمعبد المعلق على وشك القدوم الى هنا من اجل الثأر منك والقضاء عليك. هل ستظل متكاسلا الى هذه الدرجه؟ الا تخاف من الموت؟ لقد بدأ الهجوم فعلا. ونرى هونج كسر الخط المحيط بقمه الضباب، فعندما يرى بطلنا هذا يقول له بسخريه: لم اعلم ذلك. فيستمر هونج بقى الغضب عليه ويقول له: أنت لا تستمتع بالشراب بالطبع، لن تعرف شيئا عما حدث. الآن استمع لي جيدا يا اخرج واستقبل موتك. وفي الوقت ده بنشوف بطلنا بيستخدم قدراته، وبيشوف أفراد طائفة الريشة باستخدام قدراته، وبيكونوا بيقولوا في الوقت ده بغضب فيما بينهم: فلتخرج يا واستقبل موتك، انه حان وقت الحرب. فيقطع هونج في الوقت ده ويقول له: لقد رأيت الوضع الحالي يا ولكن طالما انك تسلم لي ما حصلت عليه من كنوز يمكنني ان افكر في السماح لك بالعيش. فنشوف بطلنا بيرد عليه بوجه غريب ويقول له: ماذا؟ هل ستسمح لي بالعيش؟ فيبدأ هونج بالغضب ويقول لبطلنا: لا تتظاهر بأنك غافل عما يحدث، جميعنا أذكياء، إذا لتعطيني ما أريد ولتنجو بحياتك. وفي الوقت ده بنشوف وهي جلبة الطعام لبطلنا، فلما بيشوفها هونج بيتفاجئ جدا وبيقول لبطلنا: أنت ما هذا الشيء؟ وفي الوقت ده بنسمع بتقول لبطلنا: يا معلمي، لقد أحضرت لك الدجاج التي طلبته مني، إنها حار ولذيذة كما تريدها. وفجأة بتلتفت لهونج وتقول له: الأخ هونج، هل خرجت من العزلة بهذه السرعة؟ فيبدأ هونج بالصراخ عليها وهو مفزوع ويقول لها: أنت فالتقي في مكانك هناك ولا تتحركي خطوة أخرى. ويبدأ يقول في نفسه وهو مذهول: هذه هو ذلك الفأر، كيف تغيرت هكذا؟ ما هذا الشكل الغريب؟ لم أتوقع أن يكون هذا المخلوق قوي جدا لدرجة أنه يقدر على التحول. فنشوف بطلنا بيبص له بصة غريبة ويقول له: ماذا تعني تلك النظرات؟ لا يمكن أن يفكر بمثل الأمر، أليس كذلك؟ أنا إنسان نبيل حقا. وفجأة بيقول له هونج: يا تلميذي، ماذا تخطط أن تفعل بمعلمك؟ وفي الوقت ده بيكون وصل قائد الطائفة وزعماء القمم، فيبدأ قائد الطائفة يقول لبطلنا: يا أخي احذر. فهونج وما بيخلصش كلامه، وبنشوف علامات الصدمة عليهم بعد ما شافوا ويقول: ما هذا الشيء؟ ومفاجأة واحدة بنشوفها على وشهم علامات الاستغراب والتعجب الشديد. وبيقول قائد الطائفة بتوتر: تبين أنك التلميذ الثاني للأخ وهذا الشكل فعلا مدهش. تلميذ السيد ليس موهوبا فقط بل إن ذوقه أيضا يفوق الجميع. وابتدي قائد الطائفة يشاور على هونج ويقول: مهلا توقف. فيبتدي بطلنا يقول لهم: مهلا توقفوا، ماذا تفعلون جميعا؟ لماذا أنتم متوترون هكذا؟ فيبدأ قائد الطائفة يشاور ناحية هونج ويقول له: تلميذ السيد هونج لديه نوايا تمرد، لقد أراد قبل قليل أن يأخذ الساعة الشمسية لنفسه وحاول الاعتداء علينا. فنرى بطلنا بيلتفت له ويقول له: أهذا حدث يا تلميذ العزيز؟ فيقول له هونج بكل جدية: وإذا حدث ماذا ستفعل؟ والآن وأنت على وشك الموت وقد اقتربت الجيوش، هل لم تدرك بعد وضعك الحالي؟ فيبتدي قائد الطائفة يقول له هونج: يا لك من تلميذ جاحد عاق. فيقول هونج في نفسه: أنتم لا تفهمون شيئا، لقد تم إهانتي كخادم لفترة طويلة، لا أستطيع تحمل ذلك بعد. يجب
يجب ان اخذ بصقري. بنشوف بطلنا حاطط ايده على وشه وبيقول بكل حزن: لا تلموه، لا تلموه، اللوم يقع على عاتقي، لقد تجاهلت مشاعره، مشاعر تلميذي العزيز، كل ذلك خطئي، انا فعلا نادم. ونشوفه بدأ في التمثيل وبنلاحظ ان هو بيمثل وبيبدأ يعيط ويمثل على هونج وعلى الحاضرين. فنشوف شي اتأثرت من تمثيل بطلنا وبتعيط هي كمان، فيقطع هونج ويقول لبطلنا: واصل في التظاهر فانا اعرف حقيقتك جيدا، هل تظنني سانخدع مثل الجميع؟ فيستمر بطلنا في تمثيله ويقول له: يا صغير هونج، لقد ادركت الان فعلا خطئي، هل يمكنك ان تسامحني؟ فبعد كل شيء نحن معلم وتلميذه، دعنا نبدا من جديد، ماذا عن ذلك؟ فيبدا هونج بالصراخ عليه ويقول له: انت تشعرني بالغثيان، لا تستمر في فعل ذلك. وفجاه واحده بيظهر لبطلنا رساله من النظام مكتوب فيها: تهانينا المضيف على اتمام المهمه المؤقته، الاعتراف بخطأه امام الجميع، وتوليد مشاعر التعاطف بين الحاضرين، الجائزه هي تقنيه الجسد الابدي. وبنعرف ان تقنيه الجسد الابدي هو اسلوب عظيم يجمع بين القوه والجسد، وعند وصول الشخص الى اعلى درجات صقله يمكنه تشكيل جسد لا يهزم ويثير الرعب على مر العصور. فبنشوف بطلنا بيقول في نفسه بجديه: اخيرا انتهت تلك المهمه الغريبه، ولحسن الحظ كانت الجائزه جيده، لم تذهب جهودي سدى في ذلك العرض السخيف الذي قمت بادائه. بما ان المهمه قد اكتملت فلنستمتع اذا باللعب مع ذلك التلميذ العاق، لانه يجب علي تاديبه. وبنشوفه بيبص لهونج بنظرات شريره. ثم نرى بطلنا يجلس على الكرسي وهو مسترخي للغايه، ويقول لهونج وهو يسخر منه: أيها الصغير هونج، هل تعلم أن المعلم ليوم واحد هو بمثابة الأب مدى الحياة؟ بغض النظر عن أي شيء فأنا والدك. أعني أنني معلمك. وهو بيقول في نفسه: لا استفزه الآن قليلا، لا أرى إلى أي متى يستطيع التحمل، إذا تصرف بحماقة بقى الفعل سأعتبر ذلك فرصة لتلقينه درسا وتأديبه. ثم نراه يشرب شاي الأعشاب ويكون بأن ده على شي، وهو يقول لها: تعالي إلى هنا الآن يا شي ودلكي كتف معلمك فإنها تؤلمه للغاية. فنرى شي سعيدة جدا وتسرع ناحية بطلنا وهي تقول له: نعم يا معلمي، يسعدني فعل ذلك. وفي الوقت ده بنسمع سيد قمة السيف الخفي اللي بيكون واقف هو سيد قمة العطر السماوي ورا قائد الطائفة بيقول: أيها الجميع، هل يعتقد أي شخص غيري أن الأخ يي تحت ضغط كبير ويبدو أنه يعاني من انقسام في الشخصية؟ ففي الوقت ده تقوم بالصراخ عليه سيدة قمة العطر السماوي وتقول له: اصمت، هل أنت أحمق؟ ما الذي تقوله؟ ونشوف إن هونج بينظر لبطلنا بجدية وهو بيقول في نفسه: ما الذي يفعله هذا الشخص مرة أخرى وإلى ماذا يخطط؟ فيقطع تفكيره بطلنا وبيقول له: هونج، لا تكن مغرورا، لقد كنت في الساعة الشمسية فقط لمدة 200 عام، والآن تعتقد أنك قادر على هزيمتي بعد أن خرجت؟ فيقول هونج البطلنا وهو غاضب: فلتقلل من الثرثرة يا يي وسلمني جميع ما حصلت عليه الآن، وسأساعدك في التصدي إلى تلك الطوائف التي على وشك قتلك، ولكن إن لم ترغب في تسليم تلك الأشياء التي بحوزتك سأقوم بتركك، وفي تلك الأحوال سيكون الموت من نصيبك. وفي الوقت ده بنشوف قائد قمة السيف الخفي بيقول لزعيم الطائفة بصوت منخفض: أيها الزعيم، إن هذا الشخص مستعد للمساعدة ويبدو أنه قوي للغاية ويمتلك بعض الضمير، ومع اقتراب الحرب الكبرى إذا استطاع تدخل فقد يحل الأزمة وننجو من هذا الوضع. فيقول زعيم الطائفة: أنا أعلم، ولكن هذه المسألة تعتمد على رأي الأخ يي. فنرى بطلنا مسترخي للغاية ولا يأخذ كلام هونج بالاعتبار ويقول له: هل أنت واثق أنك أقوى مني؟ فنرى هونج يجيب على بطلنا ويقول له بكل حماس: على الرغم من أنك كنت دائما تضغط علي وتضيع وقتي الثمين وتعاملني بطريقة وضيعة أيها الند، إلا أنني تدربت في الساعة الشمسية لمدة 200 عام. وفجأة بنشوف هونج بيخرج طاقته قدام بطلنا يي ويكمل كلامه وبيقول له: سواء في القوة أو المهارة لقد تجاوزت وضعك الحالي بالتأكيد، أسرع وأعطني ما أريد ولا تؤخرني عن ذلك إذا أردت مساعدتي، لأن جيش طائفة الريشة الخالدة على وشك الوصول إلى طائفة السماء العميقة، أم إنك تريد أن أسلبك إياها بالقوة؟ وفي الوقت ده بنشوف شي خايفة جدا وبتقول له هونج: الأخ هونج، ما الذي تفعله؟ فبيكون قائد طائفة السماء العميقة مصدوم مما قاله هونج ونشوفه بيقول في نفسه: ذلك الوقت هونج يتمتع بطموح عالي حتى يسعى للاستيلاء على جميع الفرص التي تخص الأخ يي. ونسمعه بيقول لبطلنا وهو قالق بصوت مرتفع: أخي يي، أنا جئت لمساعدتك لنواجهه معا، فإنه قد تجاوز الحدود. وفي الوقت ده بنشوف هجوم قوي جدا يخترق السماء ومتجه ناحيتهم، فنرى أن هونج يلتفت ناحية ذلك الهجوم بسرعة ويقوم بإطلاق هالة من الطاقة ناحية ذلك الهجوم فقط،
تجعله يرتد بمنتهى السهولة. فعندما يحدث هذا نرى أن ذلك الهجوم قد ارتد ناحية من أطلقه، ثم نرى أن السماء امتلأت بالعديد من السفن التي تخص جيش طائفة الريشة الخالدة. وعندما يحدث هذا ويرى أن الهجوم قد ارتد عليهم ومتجه ناحيتهم، نراهم يسرعون في مغادرة السفينة التي تحطمت بالكامل من ارتداد ذلك الهجوم، وهم يقولون في نفسهم: من الوغد الذي فعل ذلك؟ اخرج وواجه مصيرك فهو الموت المحتوم. فنشوف هونج متضايق جدا ويتجه ناحيته وهو غاضب، وهو بيقول في نفسه: هتبا هؤلاء الحمقى لقد فعلوا ذلك في هذا الوقت، فانني كنت على وشك ان اخذ ما يخصني، لكن على اي حال الاخ ليس ندا لي الان، وموارده ساحصل عليها الان او لاحقا، لذا الان لاحسم امر هؤلاء الحسالى. ونراه يقف امامهم وهو يصرخ عليهم ويقول: انا من فعل ذلك، ما الذي يمكنكم فعله ضدي؟ فنرى احد شيوخ طائفة الريشة الخالدة يصرخ عليه وهو يقول له: أنت مجرد امرأة تجرين على أن تكوني متكبرة بهذه الطريقة؟ دعيني أهذبك أيتها الساقطة لكونك تجرؤين على أن تكوني متكبرة بهذه الطريقة. ونشوف إن الشيخ ده بيوجه هجوم قوي ناحية هونج اللي بيتصدى له هونج بمنتهى السهولة، وهو بيقول له: فلتمت. وفجأة واحدة بنسمع صرخات الشيخ الناتجة عن إصابته من هجوم هونج، وبنشوف إن هو اتبخر بالكامل نتيجة لهجوم هونج. فيكمل هونج كلامه وبيقول له: هذا مصيرك أيها الأحمق بعد أن تجرأت على مواجهتي. ثم نرى هونج يلتفت ناحية جيش الريشة الخالدة ويقوم بالصراخ عليهم وهو يقول لهم: سأعطيكم الآن نصف ساعة على الجميع أن يغادر في ذلك الوقت، وإلا فالموت سيكون مصيركم. فنرى أن الشيوخ غاضبة للغاية، فيقول أحدهم: موت. ثم يبدأ في الغضب الشديد والصراخ على هونج وهو يقول له: ما هذا التكبر التي تتحدثين بها أيتها المرأة الجاهلة؟ ألم تسمع عن قوة طائفتنا من قبل؟ حتى لو تم القضاء على شيخ من شيوخنا، هل تظنين أنك تستطيعين مواجهة عشرات لا بل مئات من المقاتلين معا؟ وفجأة بنشوف الشيخ ده بيأمر جميع أفراد الطائفة بالهجوم على هونج، وبنلاقي إن جميع أفراد الجيش هجموا على هونج كلهم دفعة واحدة. فنشوف هونج بيهجم عليهم بهجوم مرعب جدا، وبنشوف إنه بيخرج منه مئات لا بل ألوف من الأرواح الشريرة، أرواح من النيران الملتهبة على شكل جماجم نارية تقوم بإحراق كل من يقف في طريقها. وهو يصرخ عليهم ويقول: هل رفضتم طلب رحمتي؟ أنتم تريدون الموت بعد أن نظرت لكم الرحمة ولم تدركوا ذلك، لذا ليبدأ القتل بلا رحمة. ونرى أن ذلك الهجوم الذي أطلقه يقوم بإحراق كل من يقف في وجهه، ولا نسمع سوى صرخات وعويل المقاتلين الذي يتم حرقهم بالكامل، حتى أن ذلك الهجوم جعل شيوخ مرحلة الاندماج يتراجعون إلى الخلف واحد تلو الآخر فقط من تلك الموجة الذي أطلقها هونج. وفجأة بنسمع صوت شخص عجوز بيقول: لقد تعرض العديد من تلامذة طائفة الريشة الخالدة للموت حرقا، يا لها من صرخات مؤلمة وعويل وأصوات فوضوية لا تحتمل تملأ السماء. ومرة واحدة بيظهر قدامنا رهبان المعبد المعلق، فلما بيشوفهم هونج بيبقى متضايق ويقول: تبا كان ينقصنا هذا الأمر، وبالأخص هؤلاء الأوغاد الذين أكرههم للغاية إنهم منافقين للغاية. فبنسمع قائد المعبد المعلق بيقول: أيها المعالجون، فالتزموا الآن لدعم طائفة الريشة الخالدة ومعالجة مصابيهم، والآخرين فلتقمعوا ذلك الشيطان. ونشوف إن الرهبان دول بيوجهوا هجوم ناحية هونج، هجوم قوي جدا. فبيتصدى هونج للهجوم ده وهو بيصرخ عليهم ويقول: فلتموتوا ايها الاوغاد الحمقى. وبنشوف ان هجوم هونج كسر هجومهم وتشكيلتهم. فبيقول قائد الرهبان: ما الذي يحدث؟ المعلومات التي نعلمها ان تلميذي لم يتجاوز مرحله اندماج الجسد بعد، لكن بهذا الوضع يبدو انه تجاوزها. في الوقت ده بنشوف ان الرهبان اصابوا بشده وهم بيتحرقوا وبيقولوا: ما الذي يحدث؟ لماذا لا نستطيع اطفاء ذلك اللهب الغريب يا قائد المعبد؟ ونسمع صرخاتهم وهم بيستنجدوا بقائد المعبد من اجل انقاذهم من هجوم هونج الغاشم. فنشوف قائد المعبد متفاجئ جدا بعد الهجوم ده ويقول في نفسه: ما هذا؟ هل يمتلكون وسيلة سحرية أم ماذا؟ إذا كان التلميذ بهذا الحال إذا فما هو حال المعلم؟ يقصد إيه؟ ويكمل كلامه ويقول: بما أننا هنا فيجب القضاء عليهم لا محالة. ونشوف إن قائد الرهبان بيوجه هجوم على شكل كف ناحية هونج، هو بيصرخ عليه ويقول له: موتك لن يكون كافيا لغفر خطاياك. وهو بيقول في نفسه: تلك الفتاة اللعينة لقد قضت على الآلاف من التلاميذ الداخليين لمعبدنا، لقد خسرنا خسارة كبيرة ما خلفيتها بالتحديد لإثارة كل هذا الجنون. فنرى هونج يتصدى لذلك الهجوم وهو يقول له: خطايا ومغفرة؟ أأنت قادر على فعل هذا؟ حتى لو تحدتني السماء سأواجهها، فلا شيء يعلو على القوة. وبنشوف ان هو تصدى للهجوم ده
ونتج انفجار شديد حطم هجوم قائد الرهبان، ونسمع ضحكات هونج تملأ المكان، وبنشوف ان الراهب اصاب اصابات شديدة. فيبدأ هونج بأن نظر الى هؤلاء الرهبان وهو يخرج قواته ويقول لهم: انتم مجرد حفنة من النمل يا الضعفاء، هل تغرون على الوقوف امامي؟ وفي الوقت ده بنسمع قائد طائفة السماء العميقة بيقول لبطلنا ان هونج الان يحمي طائفتنا من الكارثة، لذا فلنلبي شروطه ولا تجعلنا نعارضه، فالحفاظ على الحياة هو الأهم. فنشوف قائد قمة السيف الخفي يبدو متفاجئ للغاية من قوة هونج، ويكمل كلامه ويقول: أجل دعنا لن نعارضه ونفعل ما يريده. فيعطيهم صوت صرخات شي، وهي بتشجع هونج وتقول له: أحسنت يا أخي، فلتستمر في فعل ذلك ولتقضي على هؤلاء الأشرار جميعا. ونشوف إن يي بيبص لهونج وهو بيفكر في نفسه يقول: يبدو أنه اخترق مرحلة اندماج الجسد بالفعل، لعجب أنه كان يتمتع بتلك الثقة أثناء مواجهتي. حسنا سأنتظر حتى ينتهي مما يفعله، وبالطبع سيكون هذا مفيدا من أجل ترقيتي. لكن دعنا الآن نرى إلى أي مدى وصل. وبنشوف إن بطلنا يي بيستخدم مهارة عين البصيرة لأجل الكشف عن إحصائيات هونج، ويقول: المستوى لقد اخترق حق المستوى اندماج الجسد. في الوقت ده الجو بيتغير والسماء بيحصل فيها انشقاق، وبيظهر منها 18 شيخ في مستوى عالي جدا من القوة، بل إنهم في مستوى الخلود الحقيقي. وهؤلاء الشيوخ وهم أساس طائفة الريشة الخالدة، وهم سبب شهرتها لأنهم جميعهم في مرحلة الخلود، وقد تعاونوا معا لقمع ملك الوحوش في البحر الشمالي، ودمروا طائفة الشياطين في الجنوب، وقد نعتوا بالأسطورة التي لا تقهر في منطقة السهول الوسطى. يا لا من المفاجأة، فالمقارنة مع نصف خطوة إلى الخلود بالتأكيد الخلود الحقيقي أكثر إثارة للأمور، لذا يجب علي أن أواجههم أم ماذا؟ Mon Hwangge.